السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وأحوالكم في أمان الله. نتمنى تكون أموركم كلها طيبة. مرحبا بكم في القناة ديالي مرة أخرى. شكرا على التفاعل ديالكم، على اللايكات، على الكلام الجميل. إلا كنتي أول مرة كتكتشفي القناة ديالي ما تنسايش ديري لايك واشتركي في القناة كذلك إلا عجبك المحتوى اللي كنقدم. الموضوع ديال اليوم هو أساسيات البيت الهادئ. نساء ديال اليوم عايشين في دوامة كتسابق الوقت، كتسابق المسؤوليات وكتسابق توقعات الناس، وكل مرة كتحسي براسك كتقولي فين هو هذاك الهدوء اللي كيهضروا عليه. علاش داري عامر صداع؟ علاش قلبي عامر أكثر وأكثر؟ بغيت نقولك واحد الحقيقة، ولكن في نفس الوقت هي موجعة. ما يمكنش تعيشي في دار هادئة وانتي من الداخل ديالك شاعلة. الهدوء ماشي ديكور، ماشي ترتيب، ماشي نظام، ماشي روتين، ماشي نوض بكري ولا نسالي خدمتي. الهدوء هو واحد الحالة نفسية كتخرج منك وكتمدد في المكان اللي كتعيشي فيه. حيت الدار كتلتقط الانفاس ديالنا، كتسمع الطاقه ديالنا وكتعكسها. النساء اللي كيقولوا بيتي فوضوي، ولادي ما كيسمعوش، راجلي ما كيعطينيش مساحه، الخدمه كثيره واشغال البيت ما كتساليش، نساو واحد السؤال مهم: كيف دايره هذيك النفس اللي كتحاول دير هادشي كامل بوحدها؟ فانتي مثلا فاش كتكوني كاتمه الغضب ديالك ولا التوتر ديالك ولا التراكم ولا حتى احساس بالظلم، احيانا احساس بانك بوحدك، راه كتغرقي بلا ما حتى شي حد يسمع الصوت ديالك، وكتجي الفوضى في الدار كانعكاس ماشي كسبب. فاليوم في هذا البودكاست ماشي غادي نهضر على كيفاش نرتبوا ولا ننظموا البيت ديالنا، ولكن غادي نهضر على كيفاش نرجعوا البيت مكان كيحميك ماشي مكان كيستنزفك. غادي نهضروا على الصدمات الصغيره اللي ما كنحسبوهاش صدمات، على الضغط اللي ما كنعترفوش به، على العادات اللي كنقولوا عاديين وهما كيسرقوا منا السكينه والطمانينه شويه بشويه. وغادي نفهموا علاش بعض النساء كيكون عندهم بيت مرتب ولكن قلبهم فوضوي، وعلاش بعض النساء كيكون عندهم بيت بسيط ولكن عندهم هدوء كيعطيهم الامان. فدعوة ليك من خلال هذا البودكاست أنك توقفي وتجاوبي على هذا السؤال بصراحة: شنو هي العلاقة بينك وبين البيت ديالك؟ واش هو المساحة ديالك ولا مسؤولية فوق مسؤولية؟ واش كتدخلي له كترتاحي ولا كتدخلي له كتشدك واحد الغمة بلا سبب واضح؟ أكيد أغلبية النساء مجهدات، من حقهم يعرفوا أن الهدوء ماشي رفاهية، الهدوء علاج، الهدوء راحة نفسية، الهدوء منبع استقرار أسري. الهدوء هو اللي كيعطيك هذيك القدرة باش تربي، باش تخدمي، باش تعيشي هذه المرحلة من حياتك بطريقة متوازنة. ففي هذه الحلقة غادي نحاولوا نهضروا على الأسس ونفتحوا الباب على أسرار النفس، وكيفاش المرأة تقدر ترجع لبيتها ديك الهدوء وديك المساحة ديال السلام، حتى لا كانت حياتها فيها بزاف ديال الضغوطات. جلسي وخذي نفس عميق وحسي بأن هاد اللحظات اللي كتسمعي فيها هاد البودكاست هي أول خطوة نحو بيت هادئ ونحو امرأة أكثر هدوء داخليا. قبل ما نهضروا على أي خطوة عملية خاصنا نجاوبوا على سؤال بسيط: علاش أصلا كنحتاجوا الهدوء وعلاش كنفتقدوه بسهولة؟ الدار ما كتخلقش الهدوء، هي كتستقبل الهدوء، وهذا الهدوء كيخرج من الداخل ديالك، من الحالة النفسية ديالك، من توازناتك الداخلية، وكذلك من طريقة اللي كتستجبي للضغط. فالجسد كيحفظ الضغط والعقل كذلك كيعاود يشعل هذاك الضغط. فالمرأة اللي كتعيش يوميا واحد الضغط صامت ما بين مسؤوليات، ما بين مقارنات، محاولات ديال الكمال، لوم الذات، كذلك ممكن كذلك يكون عندك تعب جسدي، واحيانا كتحسي بالوحده وسط الناس. فإذا كانت عندك ضغوطات وكانت عندك فوضى داخليه، اكيد الهدوء غادي يختفي من البيت ديالك. حاجه اخرى، الهدوء ماشي غياب ديال المشاكل، الهدوء هي القدره على التنظيم الداخلي. ديري واحد المقارنة بسيطة: كاين نساء حياتهم عامرة أحداث ولكن كيلقاو الوقت، كيلقاو الطريقة وكيعرفوا يرتاحوا. وكاين نساء حياتهم بسيطة ما فيهاش بزاف ديال المسؤوليات ولكن أي تفصيلة في حياتهم كتخنقهم.
الفرق بيناتهم ماشي الظروف، الفرق في الداخل ديال كل وحده. فالمرأة الهادئة عندها واحد المهارة انها كتعرف توقف، كتعرف تنفس، وكتعرف انها توقف هذيك الفوضى الداخليه قبل ما تتعقد. فالسؤال اللي كيجيك احيانا لبالك هو انك كتقولي علاش انا كنغوت، علاش كنتعصب، علاش كنفقد السيطره؟ ببساطه لانك كتوصلي لواحد المرحله سميتها النفس المشتعله. هي اللحظه اللي كيكون فيها عقلك مشغول، الجسم ديالك مرهق، قلبك متوتر، وعندك واحد الاحساس بالعجز، وكذلك عندك إحساس بغياب الدعم. فأي صوت صغير كيبان لك كبير، أي فوضى بسيطة دايرة بك في البيت ديالك كتولي كتبان لك بحال الجبل، وأي طلب من وليداتك كيحسك انك غادي تنفجري. وهنا كتوقع الغلطه اللي كيديروها بزاف، كيحاولوا انهم يهدنوا الدار قبل ما يهدنوا الداخل ديالهم. فالهدوء الداخلي هو الاساس، وهو اللي كيبين ان عندك ذكاء عاطفي. اكيد ماشي سهل تكوني امراه واعيه بالطاقه ديالك، بالحدود ديالك، بالمشاعر ديالك، ولكن هذا الوعي بالذات هو السر اللي كيخلي الصوت ديالك ينزل، النبره ديالك تهدى شويه، الاحكام ديالك كذلك تولي قليله، الردود ديالك تتوازن، ودماغك يصفى. فهذا الهدوء الداخلي ماشي نعمه، هي مهاره كتكتسبيها مع التجربه، مع النضج، وكذلك مع الوعي. فأول خطوة نحو الهدوء هو تعرفي علاش كتوتري. سيري معايا بشوية بشوية وجاوبي على هاد الأسئلة. شو الحاجة اللي كتعييك أكثر؟ واش الخدمة؟ واش الوليدات؟ واش المسؤوليات؟ ولا الضغط النفسي؟ واش كتهضري مع راسك بزاف؟ كتسمحي انك تلومي راسك وتجلدي راسك؟ واش كتسدي فمك على شي حوايج وعلى شي اشياء اللي نورمالمون خاصك تهضري فيهم فكتراكم عليك الاحاسيس والمشاعر؟ واش كتخبي التعب ديالك؟ واش كتخافي من ديك الكلمه ديال انك محتاجه ترتاحي؟ فإلا جاوبتي على هاد الاسئله غتفهمي اول خطوه ان ما يمكنش يكون البيت ديالك هادئ الا ما عرفتيش منين كيدخلك الصداع، منين كتدخلك هذيك الفوضى الداخليه. فالنقطة اللي غادي نوصلوا لها دابا هي الحدود. الحدود هي الفن اللي كينقذ الهدوء ديالك. فغالبا النساء كيبغيو يكونوا موجودات للجميع، الاولاد، للزوج، للدار، للعمل، للعائله، وسط هادشي كامل كتنسى انها تكون موجوده لراسها. فالمراه اللي ما عندهاش حدود ما عندهاش هدوء. الحدود ماشي قسوة، ماشي برودة، ماشي أنانية. الحدود هي ذكاء عاطفي وحماية للطاقة ديالك، وكذلك محبة للذات ديالك. علاش كتخافي ديري الحدود؟ لانك ببساطه متعوده على ثقافه سمحي، دوزي، صافي غير ديري هادشي ماشي مشكل، حشومه تقولي لا، تهلاي في الناس. هاد المراه اللي الله عمرها دار كتسكت وكتدوز وكتسلك، في حين ان الواقع كيقول المراه اللي كتسكت بزاف راها كتنفجر من الداخل ديالها، والمراه اللي كتقول نعم دائما هي مجهده، كتقطع من الداخل ديالها. ولانك كتخافي تجرحي الناس، كتخافي يلوموك، كتخافي يتبدل نظرهم فيك، كتسمحي في حدودك، وبالتالي كتسمحي في هدوءك. ولكن واحد الحاجة مهمة، ما تفهميش الحدود أنها دائما رفض. الحدود هي تنظيم، يعني الحدود هي الطريقة اللي نقولوا بها نقدر ندير هاد الحاجة ولكن ماشي في هاد الوقت هذا، نقدر نعاون ولكن ماشي دابا حيت أنا عيانة، كنبغيكم ولكن حتى أنا محتاجة نرتاح. فالحدود هي نعم، ولكن نعم واعية. وكذلك ممكن تكون لا، ولكن واحد لا محترمة، فيها توازن، ما فيهاش تضارب. فهاد الحدود هذه هي اللي غترجع الهدوء البيت ديالك. لان كيفاش غادي تحاولي انك ديري الحدود؟ غادي تربحي هدوء في راسك، في الدماغ ديالك، ما غتبقايش تخدمي فوق الطاقه ديالك، كذلك هدوء في الجسد لانك ما غتبقايش تجري من مهمه لمهمه، هدوء في العلاقات حيت الناس كيعرفوا كيفاش يتعاملوا معاك، ما كيبقاوش يضغطوا عليك، وبالتالي غادي يكون عندك هدوء في الدار ديالك، حيت كتولي كديري الخدمه اللي تبعك من القلب ماشي من الاجهاد. هاد الحدود هذه الا خدمتي عليها ما غاديش تقللي المحبه، بالعكس غتزيدي الجوده ديال ديك المحبه.
فبالنسبة للحدود مع الأطفال ماشي بالغوات، ماشي بالضرب. الحدود مع الأطفال كتكون بكلمات، بمواقف، بعبارات، بحال دابا كيجي عندك ولدك وانتي كتعشاي، قولي له ماما دابا كنتعشى من بعد نلعب معاك، ماما محتاجة 10 دقائق ترتاح. هاد السلوك ماشي مقبول، ولكن نقدروا نهضروا عليه من بعد. فالطفل كيتعلم يحترمك ملي كيشوفك انتي كتحترمي راسك. كذلك الحدود مع الزوج، انتي الا كنتي واحد الانسانه كتخافي تقولي الحقيقه انك كتعيشي في توتر، او لا حتى الا عبرتي على هذا التوتر ديالك كتقوليها بطريقه هجوميه، فاكيد غتخلقي صراع. الحدود مع الزوج هي هاد الكلمه اللي كتخرجيها بهدوء، يعني بالحوار ماشي بالانفجار. مثلا تقولي له نقدر نعاونك في هذه الحاجه، ولكن ماشي دابا. أنا اليوم مرهقة، بغيتك أنك تفهم أنني محتاجة الأوقات ديال الراحة ديالي، المساحة ديالي الشخصية. كذلك ممكن تهضروا على المسؤوليات، تقولوا بغيت نتقاسم أنا وياك المسؤوليات بلا ما نحس أنني غارقة بوحدي. فكونوا أكيدين الرجال ماشي ضد الحدود، الرجال غير كيبغيو يسمعوا هادوك الحدود يسمعوها بهدوء. كذلك مع العائلة ديالك، العائلة ديالك كيبغيوك ولكن ما كيعرفوش الحدود ديالك حتى توضحيها ليهم. ماشي حرام ماشي عيب تقولي اليوم ما نقدرش نجي، انا ما مسالياش، راني محتاجه لواحد الوقت لراسي، عندي واحد لاكتيفيتي ديالي خاصه بيا، عندي التزامات. مجرد توضيح صغير كيحميك من ضغط اللي هو كبير. فكيفاش تبداي ديري الحدود بلا احساس بالذنب؟ هنايا فين كاين السر، لانني نكون قادره ندير الحدود ديالي بكلمات بحال من بعد. هضري بهدوء بلا مبررات كثيره، ما تدخليش في التبرير، كوني ثابته. كذلك القرارات ديالك اللي خديتيهم ما تبدليهمش بسرعه. عودي راسك على هادشي تدريجيا. اكيد في البدايه غتحسي بالذنب لان حياتك كامله وانتي حاله كل شيء، فمن بعد غتحسي انك اول مره كتختاري نفسك، ولكن غير بشويه غادي تبدا تحسي بواحد الحاجه عظيمه جدا اللي هي الراحه ديالك. دابا غادي نهضروا على واحد النقطه اللي كيعاني منها عدد كبير ديال النساء بلا ما يعترفوا بها، اللي هي نقطة الضجيج البصري والنفسي. كيفاش كيخنق الهدوء اللي كاين في البيت. قبل ما نبدا خاصك تعرفي واحد الحقيقة اللي ممكن تكوني ما انتبهتيش ليها. هذيك الفوضى اللي كتكون عندك في البيت ديالك ماشي مجرد كركبة، ولكن راها كدير لك واحد الضجيج في العقل ديالك، بحال واحد الموسيقى مزعجة كاينه في الداخل ديال دماغك. فلا كنتي كتعيشي وسط كركبه راه ما كتفقديش غير النظام، كتفقدي التركيز، كتفقدي الراحه، وبالتالي كتفقدي الهدوء النفسي. عقلنا راه ما كيبغيش هذيك الكثره، كل ما كانت حوايج بزاف قدام عينيك كل ما عقلك كيولي كيخدم فوق الطاقه ديالو. يعني ملي كتدخلي لدارك ولا في غرفه في البيت ديالك كتلقاي ميكا هنا، حوايج هنا، معن هنا، العاب في الارض، اوراق مشتته في شي مكتب، عقلك كيدير حاجه وحده، كيعطي اشارات ديال الخطر. خاصك ترتبي، خاصك تقادي، خاصك تنظمي. وإلا ما ساليتيش هذاك الشيء كيولي الجسم ديالك داخل في واحد الحاله ديال التوتر. كتقولي انا مالي موتره، مالي مسترسيه، مالي غير معصبه، مالي غير كنغوت. فباش يرجع الهدوء لدارك ماشي خاصك تغيري دارك ولا تبدلي كل شيء، خاصك تغيري الكثافه ديال المكان. هذه هي القاعده الذهبيه. النقصان كيساوي الهدوء، الكثره كتعطيك اوتوماتيكمون ضجيج. محال تمشي لواحد المكان اللي هو كيبان لك قليل في الاشياء وما تحسيش بالراحه. شوفوا غير لي زوتيل فاش كندخلوا لهم كنلقاو اشياء قليله، كتحسي بالغرفه كتنفس الهدوء. كتحسي بعينيك كتسافر بسهوله وسط المكان، كيولي يبان لك المكان نظيف. ولكن المكان اللي فيه بزاف ديال الاشياء النفس ديالك كتضيق فيه. فحاولي ما امكن تنقصي من ديك الكثره اللي عندك في البيت ديالك. واحد القاعده كذلك حاولي تثبتيها في البيت ديالك، هي قاعده كتعلق بالاسطح، يعني الطاولات، البوطاجي، الكوزينه، لي موبل، لي كوافوز. هاد الاسطح هادي حاولي ما امكن ما تخليش فيها اكثر من اللازم، لان
هاد الأسطح أول مصدر ديال الضجيج البصري، كل ما كانوا خفاف كل ما العين ديالك ارتاحت أكثر. فهذاك الضجيج النفسي كيجي من هاد الاشياء هادي، من مشاهد ديال الفوضى كتشوفيها انت يوميا، وهنا كتخلق عندك مشاكل حقيقيه يوميه، لان المشكل في التفسير اللي كيدير الدماغ. فاش كيشوف الفوضى، فاش كيشوف بزاف الاشياء كيقول انا فاشله، ما عمري غنسالي، الدار غالبه عليا، الناس كاملين مرتبين الا انا. هذا الضجيج النفسي هو هذا الحوار الداخلي اللي كيخلي اي مهمه ديال الترتيب تبان لك شي حاجه كبيره. لكن ملي كتبداي تنظمي المساحات وتنقصي ما امكن، كيولي الدماغ ديالك كيشوف بانه يقدر انه يسيطر على المساحه، وهكا كتحاولي انك تدخلي الهدوء الداخلي للنفس ديالك، وبالتالي كيولي عندك هدوء في البيت ديالك. فاساسيات البيت الهادئ هي كتعتمد بالدرجة الأولى على النظام البسيط اللي كيخلق الهدوء بلا تعب. يعني النظام ماشي هو الكمال، النظام هو الوضوح، انك تعيشي في واحد الوسط بوضوح. فبالتالي كيكون عندك نظام ما كيخنقش، ولكن نظام كيريح، لان النظام اللي كيخنق هو نظام ديال الضغط. كتلقاي راسك كتجري وراء الكمال، كلشي خاصو يكون في بلاصتو، كلشي نقي، كل دقيقه خاصني ندير حاجه. هاد النظام هذا اكيد غادي يستنزف الطاقه ديالك، وغادي يخلي الهدوء بعيد عليك. ولكن واحد النظام اللي هادئ، الهدف ديالو ماشي كلشي يكون مثالي، ولكن كلشي يكون واضح، كلشي يكون سهل، كلشي يتطبق بسرعه بلا ما يكون عندك واحد المجهود اللي هو كبير. هنا كتولي كتخدمي بعقلك ماشي بعشوائيه. فغادي نعاود ونذكرك جوج ديال المبادئ ذهبيه للنظام ديال البيت ديالك اللي كتقلبي فيه على الهدوء. اول مبدأ، كلشي عنده المكان ديالو، ماشي مكان كبير، ماشي خزانه جديده، غير مكان محدد. ملي العقل ديالك يعرف فين غادي يدير الحاجه، التوتر اوتوماتيكمون كيهبط. ملي ما غاديش يعرف، الفوضى كتجمع. المبدا الثاني، الروتين القصير هو اللي كيحافظ على الهدوء. ماشي الروتين اللي كيحتاج بزاف ديال السوايع، لا، الروتين خاصو ما ياخذش الوقت بزاف، ما يحتاجش الجهد بزاف، كيتعاود يتطبق بسهوله. 10 دقائق هنا، 20 دقيقه هنايا، وهذا هو السر. وأكيد باش نحافظوا على الهدوء في البيت خاص تكون عندنا طقوس يومية. من بين هاد الطقوس البداية النظيفة كل صباح، يعني قبل ما نبدا المسؤوليات ديالي ضروري ندير توضيب للسرير، نحل النافذة، نغير الجو ديال البيت. كذلك أنني نفصل بين المهام، لان اللي كيخليك تعصبي هو انك كتدمجي كل شيء مع كل شيء. كتسالي من الكوزينه، كتدخلي للغرف، كتمشي للغسيل المتراكم، كتجاوبي على شي حد، كتخدمي شي حاجه اخرى، كترجعي للكوزينه. هنا المخ ديالك كيدخل في فوضى عقليه، حاولي ان كل مهمه ومهمه تكون مقسمه ومرتبه. هكا العقل ديالك كتعطيه واحد المساحه باش يفصل، باش يرتاح، وكذلك باش يرجع يركز. طقس مهم كذلك هو طقس الترتيب السريع من بعد العشاء. يعني هذا سر من أسرار البيوت الهادئة. الترتيب ماشي في الصباح فقط، ولكن الترتيب اللي غادي يعاونك بزاف هو قبل ما تنسي تمشي ديري واحد الدويره خفيفه للدار، وتجمعي الاشياء هكا اللي كتبان لك ماشي في المكان ديالها. غير واحد نص ساعه غتقدري انك تخصيها لهاد العادات المسائيه اللي خصصت لها واحد الفيديو وشرحتها بالتفصيل. هذه واحد الحاجه مهمه، وحاولي انك ما تعكزيش عليها، وغتساهم في الهدوء ديالك، والهدوء اللي كتحرصي انه يبقى في البيت ديالك. طقس آخر هو تقليل المدخلات، بمعنى البيوت كتخنق ماشي من الفوضى المادية فقط، ولكن من كثرة المدخلات، الأشياء اللي كندخلوها على البيت ديالنا، أخبار، مشاكل الناس، مقارنات، محتويات سلبية. فدائما حرصي على واحد الساعة في النهار ولا تليفون، غير ساعة. غادي تحسي براسك رجعتي كتسمعي لداك الصوت الداخلي، رجعتي تحسي براسك كتسمعي أفكارك، ولكن أفكار ماشي سلبية، أفكار إيجابية. فهاد الروتينات ولا هاد الطقوس إلا تجمعوا كيصنعوا منك واحد المرأة كتعيش بسلام، ماشي غير كترتب الدار ديالها. فكوني أكيدة باش تحافظي على الهدوء في البيت ديالك، ماشي خاصك تبقاي خدامة نهار كامل،
كتضربي تمارا النهار كامل. خاص يكون عندك واحد التدبير ذكي، تحطي حدود واضحة، تقسمي المهام ديالك، ديري قواعد في البيت. كذلك تحاولي دائما تواصلي بلا عصبية. هذا التوازن بين القوة واللين هو اللي كيولد الهدوء اللي كيدوم. وفي الأخير بغيت نقول لك حاجة يمكن عمرك ما قلتيها لنفسك: الهدوء حق من حقوقك، ماشي امتياز. الهدوء ماشي مقابل الخدمة، ماشي أجر على الصبر، ماشي جائزة كتجي من بعد ما ديري كل شيء. الهدوء هو النفس اللي كتدخليه وتخرجيه بلا خوف. هو ديك القدرة انك توقفي وسط المسؤوليات كاملة وتسمعي راسك، وما تقيسيش يعني القدرة ديال التحمل ديالك، لا، تقيسي ديك القدرة على الحكمة، على النضج. هاد الحياة غادي تبقى عامرة بالمسؤوليات، الدار غادي تبقى دائما توسخ وتحتاج لتنظيم، الوليدات غادي يبقاو يتحركوا، يديروا صداع، يكونوا عنيدين. فالهدوء الحقيقي كيجي من عندك، من القرار انك ما غاديش تخلي هذيك الفوضى الذهنية تسرق منك السلام ديال النفس ديالك. فخذي القرار انك تسترجعي القيادة ديال البيت ديالك من خلال القيادة ديال النفسية ديالك. فأكيد كاملين كنستاهلوا نعيشوا في دار هادئة مرتاحين. ما نكونوش مشروع باش نرضيو الجميع، ولكن أول مشروع يكون هو أننا نرضيو الله عز وجل ونرضيو أنفسنا. شكرا لأنك وصلتي معايا حتى لهنا. نتمنى أن الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو القادم. شكرا على المشاهدة وحسن الاستماع، وإلى اللقاء.